الأمر الثاني من مسائل التشييد للبيت السعيد أن الإنسان يبدأ حياته بطاعة الله عز وجل، وأن يستحضر أنه عبد لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما كانت بدايته طاعة حالفه الخير والبركة والوئام والاطمئنان والسكينة، وما كانت بدايته أشر أو مطر أو مخالفة لشرع الله المطهر حالف ذلك المنغصات إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فنعم، الإنسان يفرح بهذه النعمة العظيمة، وهي من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عبده، أن وفقه لاستكمال دينه، وهكذا أيضا لإعفاف نفسه وغيره، فليحمد الله سبحانه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ويكون فرحا من غير أشر ولا مطر ومن غير مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقك هو أرحم بك وأعلم بك وأعلم بما يسعدك. أنت لا تعرف المصلحة لنفسك، أنت لا تدري المصلحة لنفسك، ولكن الله سبحانه وتعالى ما منع من شيء إلا وفيه مضرة، ما حرم شيئا إلا وفيه مضرة. الله عز وجل خلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه من أجلك يا ابن آدم، من أجلك، من أجل أن يسعدك، من أجل أن ترتاح وأن تعيش الحياة السعيدة. نعم أيها المؤمنون،